اسالكم سؤال، كل واحد يشوف خد وقت قد ايه عشان يوصل لاجابه السؤال ده. امتى اخر مره اخدت قرار يرضيك من غير ما تفكر القرار ده هيرضي الناس اللي حواليك ولا لا، وهيأثر على نظرتهم ليك ولا لا؟ في الحقيقه لو السؤال ده لخبطك او خدت وقت طويل عشان توصل لاجابته، ممكن تكون في الاخر ما وصلتلهاش. يبقى انت محتاج ان انت تبدا رحلتك في التخلص من ارضاء الاخرين، اللي هنستعين فيها بالكتاب بتاع الكاتب الامريكي باتريك كينج، ستوب بيبول بليز. يا ترى بقى ايه شكل او صفات الشخص اللي طول الوقت بيحاول يرضي الناس اللي حواليه؟ اول حاجه ما بيبقاش عنده القدره ان هو يقول لا، حتى لو الطلب دوت هيسبب له ضغط نفسي كبير. بمعنى لو انا حد طلب مني اي طلب وانا حتى متضايق من الشخص اللي طلب مني الطلب ده، مش هقول له لا وهعمل كده وانا مضغوط. طيب لو الطلب ده في حد ذاته هيسبب لي في غضب او في استياء، برضه مش هقول لا. ما عندوش القدره ان هو يرفض طلبات الناس اللي حواليه.